السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد معانا تلقيح من الجدي البور الأصلي ب 500 جنيه مقابل الرعاية والأكل فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي. النهارده إن شاء الله نتكلم على العسل الأسود وفوائد العسل الأسود للماعز. طبعا لازم ادام هنربي ماعز لازم يكون في مصدر سكريات عندي للمعيز. طبعا احنا عارفين ان السكريات بترفع جهاز المناعه معايا وبتزود اللبن وبتعلي الطاقه والنشاط وبتزود معايا نسبه التوائم. حلو الكلام. يبقى افضل نوع ممكن اشتغل بيه من السكريات هو العسل الاسود. طبعا اعلى من الملاز. لو عايز شعرايه نظيفه او عايز صحه نظيفه او لبن كتير يبقى لازم كل يوم تقريبا كيلو عسل على 20 رتل ميه. طيب ده هيعمل معايا يا عم احمد؟ ده هيرفع معايا كفاءه المناعه عند الماعز. دايما هيبقى فيه كرش كبير عشان هيشرب ميه كتير. دايما هيبقى فيه صوديوم بوتاسيوم كل المعادن اللي انا ممكن احتاجها موجوده في قلب العسل عندي. يبقى عشان اظبط صحه الماعز بتاعي لازم يكون عندي عسل في الميه باستمرار كل يوم على الاقل كيلو. الكيلو طبعا تقريبا عامل 15 جنيه، يعني حق كيلو علف. اوفر كيلو علف من اللي انا بحطه في الاكل واحطه عسل في الميه. طبعا هيشربوا ميه كتير والحاجه هتبقى بصحه جيده ومناعه عاليه ولبن كتير وهيبقى فيه طاقه هتنزل في اللبن للصغيرين، والصغيرين ان شاء الله مش هيبردوا. ودي هتشيل معايا الحكايه اللي احنا بنقول عليها المعيز براده. يعني ايه المعيز براده؟ يعني المعيز بتبرد على طول. ليه المعيز بتبرد معايا على طول؟ عشان ما عندهمش مصدر للطاقه. لو انت حطيت لهم مصدر للطاقه اللي هو العسل في الميه هتشيل مشكله البرد ومشكله الرطوبه، وان شاء الله الانتاج هيبقى عندك عالي باستمرار. شكرا حضرتك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.